أي صباح خير، صباحكم ورد ودقلة وشامية وما عنديش منهم روح حكيت هذوكم خاطر ما نصبحش على العباد. ما نتفكرش روحي قمت الصباح ديريكت خرجت لبرا. الفرخ هذايا الفرخ هذايا تعبني. كان شو فما شكون يحب يتبنى قطوس ولا ما نعرفش يونس راهو عاقل. رحت سيستي قدام راهو عاقل ما ترى. قهوات تمشي قهوات ما تدك ماكله يا اخي ايش تحب عندي. تفضلي تفضلي. حبيت نحكي لكم اليوم على تجربتي مع اني نعيش وحدي، خاطرها حاجة انتريسونت على الاخر. ممكن شفتوا النهارش كان نشوفوا فيها ولا هذيا توا هنا فما قهاوي من كل مرة. اخر 3 ايام قهوة متاع اخر 3 ايام حطينا على الطاولة حبيت نقول لكم انه كي تعيش وحدك وتخلي قهوة على الطاولة راهو كي تدور كي وتعمل دورة حول العالم وترجع مش تلقاها مزات في بلاصتها. بعد تزيد تعمل دورة أخرى. تمشي تشوف حضارات، تمشي تشوف مدن، تمشي تعيش في بالي جمعتين، بعد ترجع تلقى القهوة في بلاصتها. كيف الشيء نفس الشيء ينطبق على الحوايج، ينطبق على ادواتك اللي تقرا بيهم، اللي تخدم بيهم، اي حاجه تنجم تخيلها على شرط تكون ماهيش اوبجي ما تتحركش. راهو وقت اللي تخليها في بلاصتها باش تلقاها في بلاصتها. وهذه جمله سبحان الله انا اكتشفتها بعد ما سكنت ممكن قعدت 3 سنين ونسكن وحدي. باش ظهرت لي مانيفستات قدامي جمله سبحان الله. نفس الجمله هذه قالتها لي امي قبل، قالت لي راهي الحاجه كما تزاش تقعد بلاصتها اشرف. وانا نقول له اخي شنو البديهيات هذه تو وقت بديهيات امي. إبا بالرسمي الحاجة اللي ما تهزيش راهي تقعد في بلاصتها. وهذه جملة ما نجمش نقعد نعاودها لكم كفاية. راهي الحاجة تخليها بلاصتها راهي تقعد في بلاصتها. العباد اللي يسكنوا مع ديارهم كما نقولوا put some thoughts في الجملة هذه، وحاول تكون عنصر بوزيتيف في وسط عائلتك، خاطرها حاجة نجم تفرح أمك والاتموسفير متاع العائلة كل أكثر بصفة عامة. وانتوكا هذاك اسبي من الاسبيات متاع نسكن وحدي. الاسبي الاخر هو انه فما حتى حد يجي يقول لي اشرف ايقوم ولا اشرف شنو هذه هابطه فوق الواحد كامريك لي لا بالله سامحوني تعرفوا فماش كات هنا عباره ديريكت عباره مباشر. المفيد نبدا راقد في الدار. مستحيل يجيني انسان ويقول لي اشرف يقوم، واللي هي نجم انتم باز توا جزء كبير منكم فهموها حاجه باهيه. يقول لكم اوه ما نجم يقيمني حد تاع يقوم عاش بكري نجم يخليك قد ما تحب. اما لهنا يولي الانسان الوحيد اللي نجم يقيمك هو انت. وعلاش الانسان هذايا مهم لازم يكون موجود؟ على خاطر فما برشا سيتواسيونات وانت تستحق تقوم بكري. مثلا ناخذ سيتواسيون بسيطة على الاخر اللي هي السيتواسيون تاعي انا توا عملت كيما حكيت لكم البارح، عملت مفاهمة مع كل ريستوران كل كويزين هذيك اللي تبعث ماكلة هيلثي، بعثت لي ديجا ماكلة هيلثي وعندي ماكلة لازم ناكلها الصباح. كان ما ناكلهاش الصباح هذيا نوريكم الماكلة كي لعبت بيها العباد اللي تتفرج فيها وهي قريب ترقد، عارف اللي يحطني ويمشي يرقد ما هوش يفرق معهم الفيديو هكي فوالا. مو كانوا لي مانا معش ظهر جملة. هي المفيد الماكلة هذيا نتاع الصباح كما ناكلهاش انا توا باش ناكلها مخر مانيش نجوع نص نهار. كي مانيش نجوع نص نهار باش ناكل مخر تاع نص نهار، وبعد مخر نلقى روحي في الليل ما نكملش ناكل ماكلة الكل اللي هذه هاي. وانتو كا ماكلتهم عجبتني على الاخر انا ومازلت هاني نجرب خاطر برشا انواع تاع ماكلة. هما جاوني 3 البارح اليوم جيني 3 اخرين ونشوفوا معناتها شنو اللي يعجب شنو اللي ما يعجبش. دونك الاسبي هذاك نتاع انه ما يقيمك حد مش ديما باهي، على خاطر ساعات لازمك تقوم بكري. ابار بدا عندك رونديفو مع شكون، ابار بدا تقرا كانك تسكن وحدك وتقرا معناها، ابار كانك تخدم، ابار كانك جست لازمك تقوم بكري. خاطر عندنا كيما المنقالة الداخلية في بدنياتنا. المنقالة هذه بالنسبة لها مثلا انت ايش اسمك تفرج فيه، تنقول اسمك امين.
المونجيلا هذه بالنسبة ليها أمين لازم يفيق الثمانية متاع الصباح لازم يفيق، ولا 7 متاع الصباح لازم يفيق باش نعطيه هنا الانرجي يخلط مع العشرة كيكة في كامل الطاقة الممكنة. هكي المونجيلا متاعك تخدم. وباي ذا واي مونجيلا بالرسمي وسكرت الكاس. انا راني مانيش مش نورمال تاع نسكن وحدي، راه باش نكونوا واضحين، مانيش جاي نحكيكم نعلم فيكم هناك كيفاش تعيش وحدكم، علمني انا كيفاش نعيش وحدي. انا تدخل البيسي متاعي تلقاها منظم، تغزل البلاصه اللي فيها تلقاها مش منظمه، يعطيك انطباع انا فين مخي اورينتي المفيد. دونك كنت نحكي لكم على المونجيلا اللي في بدن امين صاحبنا اللي تعطيه الانرجي مع العشرة متاع الصباح وماذا بها يقوم 8. المونجيلا هذه بالرسمي موجوده، اسمها كان صدقني ربي اسمها سيركاديان ريذم ولا السيركاديان ريذم ولا حاجه كيما هكا. هذه هي المونجيلا المسؤوله على الانرجي نتاعنا في وسط النهار. الكورب نتاعها ديما تبدا عامله هكا، تطلع هكا تمشي تطلع توصل للبيك نتاعها، وبعد تبدا تهبط شويه، وبعدين انت تفطر نص نهار معناها، تعاود تطلع شويه، وبعد تمشي وتهبط حتى يجي الليل تلقاها اللطب وكل وقت يجيك النوم. كان انت تقوم مؤخر مثلا تقوم مع البيك نتاعها، انت ما فقت ما تحركت ما كذا، تلقى روحك سي بون هبطت الانرجي، تنجم تعمل حتى شيء في وسط النهار، تعدي نهارك كله خمول معناها. شوف فازا بيه. من الحاجات الاخرى اللي يميزوا انك تسكن وحدك هو الماكله. ماكله من اهم لي زاسبي نتاع الانسان يسكن وحده، على خاطر شفتوها كلي طق يا اشرف الفطور احضر عايز افطر، ربي فضلك يا امي على كل كلمه. اشرف ما العشاء حضر عايز اتعشى، يا اشرف خذ لنا خبز باش نتعشى والناس الكل هاي حاضر امي. هذاك كل ما فهمش. كان انت نسيت روحك وبروبابلومو باش تنسى روحك، راهو مش يتفكرك حتى حد. وهذيك من اهم الحاجات اللي لازم تركز معاها وانت تسكن وحدك. يقول قائل يا اخي شنية هذيا توا واحد ولا ناش كل كليشيه معناتها نتاع لازم تاكل لازم كذا. لهنا نجيو خويا الاهميه الماكله. انت كان ماشي ببالك الماكله ما عندهاش اهميه كبيره، راك تغلط برشا. ومانيش نحكي على الطاقه، انا انسان ما نمنش انه الطاقه تجي من الماكله. نعطيك ابسط مثال علاش به، وبطبيعه لي نيوتريسيونيست وكل شيء نجموا يجاوبونا وكل شيء، اما انا ما نمنش انه الانرجي نتاع نهارك اللي تخليك موتيفي وتخليك تحب تخدم وتخليك جبل معناتها نتاع ايفور، انا مراش انه اللي فيه هذاك كله يجي من الماكله. وهو علاش نتخيلوا احنا سين نتاع انسان تعرف على طفله حبها. ديما ناخذ اكزامبلات نتاع حب، انا خاطر من اكثر الحاجات البيزار في الدنيا هذه هي الحب، من اكثر الحاجات المعجزه هي انسان يحب انسان. قديش حاجه غريبه، قديش فيها برشا تناقضات وبرشا هيومن اكسبيرينس. المفيد انسان هذا حب طفله، بداو يتطوروا علاقتهم مع بعضهم. يخمن خرجت انت تو بداو يحبوا بعضهم، يعيشوا في دي اكسبيرينس مع بعضهم، يعيشوا في حياه مش نورمال. واخطبها وبداو يخطوا للعرس نتاعهم ويتخيلوا في مستقبلهم مع بعضهم ويعيشوا في حاجه. هو يعيش في اكسبيرينس انتونس تاع قلبه يخفق مش نورمال في وسط الاكسبيرينس. يعمل هكايا وتخليه وتمشي من غير حتى جواب. هذيك اخي بحاجه انتوكا انك تخلي انسان من غير اجوبه. الانسان هذا خلته خطيبته من غير حتى جواب، وخليته يتسائل ويلوج عليها وين وكيفاش وشنوش يعمل بالضبط. نعم في فيديو سام مانيش نقص جمله، دونك تقراش حساب المونتاج. سمعتني؟ المفيد السيد هذايا قعد هكاكا في البيت نتاعو ماشي ويتغم معناها، وماشي ويدخل في كل الاتموسفير هذاك نتاع علاش خليتني، علاش مشيت، يا اخي اش عملت انا، يا اخي انا خايب، يا اخي انا ما نعجبهاش، يا اخي انا ما نعرف شنو. استناني تناكلوا بعضنا وسام، او مازالوا 5 دقائق. قال يا اخي انا شبيني، مش قال لها معناتها يحكي مع روحه وحده وكل شيء، وماك تعرفوا كل الاجواء نتاع انسان يبدا يولي يسكر على بيته واكثر، صحابه يكلموا فيه ما عادش يتحصلوا عليه
وهو ديما راكش ما يدور بحتى حد، يتفرج في الافلام، يتفرج في السيريات، يكمندي ماكله تجيه بيتزا ياكلها، يكمندي ان شاء الله حتى ماكله هيلثي هكايا ياكلها ويقعد في الدار، ماهوش يتحرك جمله. راكم نتصور جيتوا تفهموا فيا تو شنو نحب نقول بالضبط. عشان نعاود نعطيكم نعطيكم الانديس. يكمندي ماكله هيلثي كيما هذيا ياكلها ويرجع يقعد في الدار، وديما هكاك، ديما خامل، ديما ما يحب يعمل حتى شيء. صحابه يكلموه يقول له اسمعني ايش قولك عندنا بروجرام نتاع هايكينج في الثلج، فما جبل نتاع ثلج نطلعوا فيه. يقول له قال له هايكينج الثلج يا خويا خليني راكش على روحي، اخطاني ما نحبش المواضيع هذيا. وهي ايش قولك عندنا ماتش كوره تجيت كورة؟ الجاليه ما عينيش فك عليا. اسمعني عندنا فازة في الخدمة بروجي نخدموا عليه، كان نقعدوا تو نعملوا بلان باهي تو نجموا ندخلوا بيه برشا فلوس. هذا قالوا بلان باهي دي ما نحبش، ما عادش تكلمني تاع النومرو هذايا ما زاد تكلمني نعديلك الحكم. المفيد السيد هذايا دونك احنا اتفقنا تو اللي هو شبه ميت معناها، وبالرسمي معناتها حتى كان جا فما اداة هكايا لقيس الحياة الايموشن، كان سلطوها على بدنه تلقاها كله نوار بلون، خاطر السيد سيبون معناتها ما عادش يحب شيء، قريب للانتحار ديجا، خاطر سيبون غلبته الحكايه. وانتو كان مش هذه التصرف صحيح تتصرفوا مع علاقه حب فاشله تنحكيو فيها انا ريخ المواضيع هذه، اما الانسان هذايا خذته اللحظه وخذته المشاعر وغلبته كل شيء. لشنو نحب نوصل انا؟ نفرض توا السيد قاعد على روحه ويجيه تليفون يغزر للإكران، يلقى اسم خطيبته، هز عليها. شنو تقول له عالسلامة، حبيت نسأل عليك، سامحني على الاخر على اللي عملته، اكبر غلطة في حياتي انا بعدت عليك، راهو صارت مشاكل وصارت ظروف معينة خلتني نبعد، وانا نحس روحي توحشتك على الاخر، ونحب نعاودوا نتقابلوا، تحبش نجم نجيك للدار توا ونقعدوا نحكيو ونحاولوا نرجعوا ايامات قبل ونحاولوا نرجعوا في العلاقة. وراني بالحق رافي روحي على الاخر، واضحة على الاخر اللي انا غلطت، وما لازمنيش نغلط غلطة كيما هكاك. انتوما توا بعد التليفون هذايا صاحبنا هذايا زعما السؤال هنا يطرح نفسه زعما عنده الانرجي باش يقوم يلم الدنيا وينظمها باش تجي بحذاه؟ زعما عنده الانرجي كان تقول له مثلا هي تحبش نتقابلوا في قمتك الجبل باش يقوم ويتحرك ويمشي للجبل؟ زعما باش يكون عنده طاقة انه باش يحكي لها برشا مواضيع، اش عمل له شو ما عملش، تحكي له مثلا بعد ما يتصالحوا كي تجي بحذاه وتقول له احكي لي اش عملت في بلاد الاخرى، ولا احكي لي شنو اكثر حاجات، احكي لي على السيريات اللي تفرجت فيهم. حسب رايكم باش يلقى الطاقة يحكي لها؟ اكيد باش يلقى الطاقة يحكي لها، باش يلقى طاقة رهيبة زاده، باش يكون مهبول بتاع طاقة بتاع باش يقوم يبدا يركح في الدنيا بانرجي خيالية، رغم اللي ياكل في نفس الماكلة، مازالت نفس البيتزا في جهازه الهضمي، كانوا كل الهيلثي زالت نفس الهيلثي هذيك في جهازه الهضمي، كل شيء كما هو. هنا نستنتجوا انه الطاقة ما هيش جاية من الماكلة، ما شنو اللي يجي من الماكلة؟ الماكلة تجي منها الطاقة العادية معناتها كيما نقولوا كل كالوريز وكل الحكايات اللي تحرقهم، يا اما تضعف يا اما تسمن، وكل العلاقة هذيك. الماكلة زادة تجي منها الفيتامينات اللي تخليك تركز خير، معناتها اوكي عندك طاقة اماكش مركز، دونك الماكلة تنجم تولي تركز خير، تنجم تولي تتفكر خير، نجم يكون تشد روحك في نفس الريتم العالي متاع الخدمة مدة طويلة. الماكلة توفر لك الاوبسيون هذه على ذلك مهمة الماكلة الهيلثي. اما الماكلة ما تعطيكش الطاقة هذيك، معناتها كان انت تحس في روحك، على الاقل من تجربتي انا نقول، انا كي نحس روحي فاشل، نحس روحي مانيش موتيفي، نحس روحي ما عينيش برشا باش نخدم، معناها الماكلة عمرها ما حلت لي المشكلة هذيك. الماكلة عندها مواضيع اخرى تعمل فيهم، عندها ادفانتجز اخرين تعمل فيهم. الانرجي في حد ذاتها نتاع الموتيفاسيون تجي من برشا حاجات اخرى تنحكيو عليه. كان تحبوني نعملوا فيديو جست نحكيو عليها الموضوع هذاك تنحكيو عليه، خاطر عندي تجربة كبيرة معه، و مؤخرا قاعد نكسبيرينسي في انرجي عملاقه على الاخر. واكبر دليل لي انا الفيديوهات اللي نعمل فيهم هذوما توا ما همش مانيش حاسسهم كحاجه متكلفه عليا، نعم فيهم ايزلي على الاخر،
تاع بالرسمي نشارك فيكم في قعداتي وفي حكاياتي وفي افكاري، ميم با نحس فيها تتمسلي في القشره نتاع الانرجي نتاعي انا، باعتبار الانرجي نتاعنا طبقات. مريقلين شباب، قولوا لي كان تحبوا نحكيو في الموضوع، سينو انا كالعاده نشوفكم غدوه.